السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد مع محمد العاصي من قناة يلو لايف. النهاردة يا صديقي هنشرح افكت جديد ومميز ومهم جدا جدا جدا. الافكت ده يا صديقي هنقدر نعمل من خلاله كرة أرضية أو أي خريطة نقدر نشكلها على شكل كرة أرضية. خلينا الأول يا صديقي نبدأ نعمل كومبوزيشن، هنسميه كومبوات زي ما هو عادي، 1920 في 1080 24 فريم بير سكند، 10 فريم عادي. تمام، وبعدين نعمل اوكي. تمام. عايزين بقى يا صديقي دلوقتي نبدأ ننزل الخريطة اللي احنا عايزين نحولها بالشكل ده. هنبدأ ننزل الخريطة دي. تمام، نبدأ ننزلها في الكومبوزيشن تحت، ونفتح السكيلز كده ونصغرها براحتنا لحد ما تيجي على مقاس الكومبوزيشن بالشكل ده. نخليها 25 28 ولا 27 مثلا. حلو اوي كده. تمام. بعد كده يا صديقي نبدأ نعمل سيرش عن الافكت، وهو اسمه سي سي سفير. تمام، سي سي سفير. تمام، تبدأ تسحبه كده وتحطه على اللاير. بمجرد ما تحطه على اللاير، وتقدر تحطه على اللاير من هنا او تسحبه وتحطه من هنا. تمام، مجرد ما بينزل على اللاير بيحول لك اللاير الى كرة ارضية، ولكنها هي بتتحول، بتبقى صغيرة جدا كده. تقدر تغير بقى حجمها وتظبط دنيتها. تعال نشوف السيتنج اللي معانا في الافكت بتقول ايه. اول حاجه معانا في الافكت هنا بنقدر نكبر منها حجم الخريطه بتاعتنا او الكوكب بتاعنا اللي احنا يعتبر حولنا خريطه الى كوكب. تمام، تقدر تكبره بالشكل ده. وطبعا انا عامل الجوده فول، فعشان كده الجوده طالعه كويسه جدا اهي. تمام، خلينا نعملها فيت من هنا برضو. عندك بعد كده يا صديقي الاوفست، تقدر تغير بيها مكان السنتر بتاع الكوكب. تمام. عندك كمان هنا الريندر، انت عايز الريندر بتاعك يرندر الكوكب ده على الجانب ده اللي هو الفول كده، ولا على الاوتسايد، ولا على الانسايد اللي هو الاتجاه المعاكس. تمام، فهنخليه على الاوتسايد عادي جدا. بعد كده عندك اللايت هنا تقدر تتحكم في الإضاءة اللي موجودة دي. انت عندك هنا جزء غامق وجزء فاتح، تقدر تتحكم في الإضاءة اللي موجودة معاك هنا من خلال اللايت أو البانل بتاعت اللايت دي. عندك أول حاجة تقدر تغير في الرقم ده، هيبدأ يزود لك الإضاءة أو يقلل لك الإضاءة زي ما انت حابب أو عايز تخليها عاملة ازاي. تمام. عندك بعد كده تقدر تغير من هنا لون الإضاءة نفسها. لو انت جيت غيرت كده زي ما انت شايف تحت هنا، تقدر تغير لون الإضاءة زي ما انت عايز بكل بساطة وبكل سهولة جدا. تقدر تختار اي لون ايا كان هو ايه، وتقدر تعدل عليه كمان. يعني مثلا احنا لو اخترنا دلوقتي اللون الاصفر ده مثلا كده، او اللي هو مد على برتقاني كده شوية. تمام، نبدأ مثلا تعالى نعدل كده. تقدر تزود تعلي الإضاءة وتوطيها زي ما انت عايز. ماشي. تقدر برضو تخليها على الكوكب كله، او تخليه مثلا على نص الكوكب او ربع الكوكب زي ما انت عايز. وعلى فكرة انت تقدر تعمل في كل الحاجات دي اي حاجة في جنبها ستوب واتش تقدر تعمل من خلالها حركة. يعني خلينا كده. طبعا انت تقدر من هنا، يعني احنا لو عاملين دي كده، تمام، تقدر تلف الإضاءة دي بالشكل ده. تمام. عندك طبعا لو احنا عاملين، خلينا بس نصغر دي كده ونخليها النص كده. تقدر تعمل كي فريم هنا في دي مثلا. لو انا عامل دي كده هعمل كي فريم، وبعدين هعمل يو عشان اظهر الكي فريم بتاعتي، وبعد ثانية انا عايزه يبقى كده على الكوكب كله. تمام، فطبعا هتيجي هنا تشغل، هيظهر معاك بالشكل ده. وده على حسب الإضاءة بتاعتك برضو انت عاملها ازاي. طبعا تقدر تخلي مثلا في الأول الإضاءة مثلا مش موجودة خالص كده، وبعدين تشغل فيبقى بالشكل ده معاك. تبدأ تزيد تزيد تزيد، أكن مثلا الشمس معدية في خسوف في كسوف. تقدر تخلي مثلا ده لو قمر تقدر تخليه زي ما انت عايز. فاهمني؟ فلا الحاجة دي بتفرق معاك جامد في حاجات كتيرة يعني. تمام. طيب أنا مش عايز أعمل كده. أنا مثلا خلاص مش محتاج الكي فريم دي. طبعا تقدر تغير برضو هنا من اتجاه الإضاءة. يعني مثلا لو رجعنا دي مثلا خليناها صفر بالمنظر ده، وبعدين أنا عملت كي فريم فيها، وجيت عند اللاير هنا وعملت يو، وبعدين جيت بعد ثانية وعملت تغيير كده خليتها تيجي نفس المكان تاني. تمام. لو جيت تشغل هتبقى الحركة معاك شكلها عامل كده. حركة شكلها كويس جدا ومميز جدا. وطبعا تقدر تعمل مع الحركة دي، تقدر تعمل تغيير برضو في الحاجات اللي فوق معاها. يعني انت ممكن تغير الإضاءة وتخلي لون الإضاءة نفسه يتغير مع انتقال الإضاءة.
يعني انا لو عملت كي فريم في الاول هنا بان الاضاءه هنا تبقى برتقاني مثلا، ولما تلف تيجي هنا تبقى احمر، ده كله متاح معاك. يعني خلينا نجرب ده كده. لو انا عملتها هنا في الاول مثلا وعملت يو كده وجيت هنا، طبعا هو ده مديك اللون اهوت اللي معاك. انا غيرت اللون هنا خليته مثلا ازرق مثلا. تمام. شوف بص اللي هيحصل، ده اللي هيحصل بالظبط. اللون هيتغير معاك اهو. طبعا زي ما قلت لك تقدر تغير اي حاجه في الايفكت ده زي ما انت عايز، يعني تحكم بسيط وسهل، مجرد بس بتعمل كي فريم والموضوع بيبقى سهل معاك وبسيط ان شاء الله يعني. تمام. عندك بعد كده يا صديقي يبقى احنا عرفنا هنا اللايت، تقدر تغير شدة الإضاءة، تقدر تغير اللون بتاع الإضاءة نفسه، تقدر تغير ان انت عايز الإضاءة على الكوكب كله او على جزء منه او كده. تقدر تغير تقدر تغير مكان زاوية إضاءة الكوكب. تمام. ودي كل الحاجات اللي موجودة في اللايت. عندك الشيدنج بقى. الشيدنج ده يعني تقدر تغير منه اللي هو واقعية الكوكب أكتر. يعني تقدر تغير مثلا، يعني هنا زي ما انت شايف بيدي شوية إضاءة كده. تمام. عندك هنا برضو تقدر تغير شوية حاجات، ممكن تخليها كده، ممكن تغير برضو ده تخلي فيه لمعة أكتر أو كده. عندك بقى حاجات كتير. ممكن الميتال احنا عاملينه هنا 100%، لو قللته مش هيبقى ميتال، مش هيبقى عاكس للإضاءة قوي. تمام. فتبدأ مثلا لو انت عملته كده، لكن لو رجعناه 100% هيبقى شكله متغير تمام، شكله أحسن شوية. طبعا عندك برضو هنا الناس اللي هي في شغالة على الناس اللي بتشتغل بلندر و3 دي وكده هيبقوا فاهمين الشيدنج ده اكتر، لان هو يعتبر استخدامه اكتر في البلندر وكده. طبعا هو هنا بيحسسك ان في شفافية، ان الناحية التانية الكوكب باينة معاك مع الناحية دي. تمام. اللي هو كأنه في شفافية كده. طبعا عندك هنا حاجات لو انت طبعا عامل ماسك او حاجة وعايزه يجي يعني يبقى ليه علاقة بالماسك او كده. بس كده يا صديقي، وده كل اللي موجود في الافكت. اتمنى الفيديو يكون عجبك واتمنى نكون استفدت. افكت مميز جدا وبسيط. ولو في اي حاجة تانية حابب ان انا اشرحها لك، او لو في اي حاجة مش واضحة في الشرح قول لي وانا اعمل لك فيها ريلز صغيرة كده نبدأ نشرح لك فيها الدنيا ماشية ازاي. طبعا ده مش اول افكت نشرحه في القناة عندنا، لا احنا عندنا بلاي ليست موجودة فيها اكتر من 20 افكت، كلهم افكتات احترافية جدا وهتساعدك في شغلك وهتسهل عليك شغلك في الافتر افكت بشكل كبير جدا. وهتعرف من خلالها تعمل حاجات كتيره جدا، سواء عايز تحرك تكست، سواء عايز تعمل اي حاجه في الافتر افكت. هتلاقي افكتات كتيره ومميزه ومش هتلاقي ناس كتير شارحينها. ما تنساش تتفرج عليهم، وهتلاقي حاجات كتيره على القناه تفيدك لو انت مهتم بمجال الموشن جرافيك. فما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه عشان تشوف كل جديد. شكرا جدا ليك يا صديقي ان انت وصلت لهنا. ما تنساش تعمل لي كومنت تحت تقول لي رايك في الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.